السلام عليكم، معكم منى. هتكلم النهاردة عن انتعاش ملحوظ في السياحة في مصر من الصين بالذات. والتوقعات ممكن تتضاعف كمان عشان افتتاح المتحف المصري الكبير قريب. كمان أول مرة هنزرع 4 مليون فدان من القمح، وممكن كمان يبقى زيادة أكتر من كده عشان نقلل الواردات من القمح، عشان انتوا عارفين ان احنا عندنا أزمة أو عجز في القمح. عشان بنستهلك كمية كبيرة تقريبا 20 مليون طن. عشان الزيادة السكانية انتوا عارفين كبيرة. ومشكلة كبيرة عندنا بتقتل أي تنمية في مصر. بنزيد 2.5 مليون طفل كل سنة، يعني بلد صغيرة كل سنة. وياريت الناس تهتم بتنظيم الأسرة، يكون طفلين بس عشان يعرفوا يربوهم كويس، بدل ما ناس بشوفهم مخلفين 5 و6 و7 و8 ومش قادرين يربوهم خالص وتعبانين. وليه؟ طب ما يخلفوا 2 أو 3 بالكتير، هيحسوا بفرق كبير. كمان في رئيس جهاز العالمين الجديدة قال نسبة الإشغال بفنادق الساحل الشمالي 100%، إنه حقق نجاح باهر وفاق كل التوقعات، وضع المدينة في مكان متميز جدا على خريطة السياحة العالمية. وإن كمان إن المهرجان حضر فيه 2 مليون شخص أو أكتر، وفي رجال أعمال كتيرة جم العالمين الجديدة عشان يستثمروا فيها، من إيطاليا ومن كوريا ومن الصين. كمان حملة 100 يوم صحة في جميع المحافظات خلال يوم واحد بس. هتشوفوا أعداد كبيرة جدا في يوم واحد بس بتتحقق. 431 ألف بيروحوا كشف مبكر لفقدان السمع لحديث الولادة، و10,000 لكشف مبكر من الناس اللي تعبانين في الكلى، و4,000 لصحة الأم والجنين، و5,000 لخدمة الشهادات اللي هي مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكمان علاج على نفقة الدولة 114,000، وكمان فحص الأورام السرطانية 15,000، وفي تنظيم أسرة بيروحوا 9,000. ده غير التطعيمات والطوارئ والعلاج النفسي كمان. كمان غير إنجازات حياة كريمة في محافظة الأقصر بس، صرفوا 407 مليون جنيه في القرى والنجوع هناك في محافظة الأقصر علشان البنية التحتية. الصرف الصحي عملوا 30,000 وصلة صرف صحي هناك. فمصر شغالة برضو في البنية التحتية، مهتمين جدا عشان الناس تعيش بطريقة أفضل وفي مكان أفضل. وكده الحلقة خلصت، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني